مساء الخير عليكم ورجعت لكم بفيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. النهارده راجعة أتكلم على موضوع مهم بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير. الموضوع اللي أنا راجعة أتكلم فيه النهارده هو عن التبني. طبعا موضوع إن أي حد يتبنى طفل أنا ضده تماما، يعني ضد الموضوع مليون في المية، مش بس 100%. لأن طبعًا ما فيش أي حد يقدر يدّي طفل مش مش ابنه أو مش جاي من جوّاه، اللي هو هيقدر يدّيه لطفله، اللي هو شاله 9 شهور أو اللي هو آآ الموضوع ده أنا اخترته النهارده أتكلّم فيه، لإن أنا من فترة بافكّر فيه جامد، وباشوف هنا طبعًا هنا في النرويج موضوع التبني ده موضوع عادي، وناس كتير أوي عندهم أطفال متبنيين يعني أطفال. ومش شرط إن هم يكونوا مش بيخلّفوا أو إن هم يكونوا ما عندهمش أطفال، في ناس كتير عندهم الفكرة إن أنت ليه لو أنت قادر، ليه ما تكفلش طفل أو تتبنى طفل علشان تدّي له حياة أفضل، يعني ممكن يكون الطفل ده من بلد تانية مش ظروفه مش قد كده، وفي الغالب إن هو بيبقى كده، يعني في الغالب إن هو بيبقى من عيلة ظروفها مش قد كده، فبتضطر إن العيلة دي إن هم يحطّوه للتبني عشان الناس يتبنوه. طبعًا إحنا عندنا أنا عارفة إن إحنا عندنا كافل اليتيم، بس تقريبًا هو كافل اليتيم مختلف عن إن حد يتبنى طفل وياخده ويعيش عنده 100%. لإن كافل اليتيم ممكن تكون وطبعًا لو أنا باتكلم غلط يعني ممكن أي حد يصحّح لي، لإن ده اللي أنا فاهماه. إن لو أنت كافل يتيم، أنت بتبقى مسؤول عن كل حاجة عنّه، يعني مسؤول عن مصاريفه ومسؤول عن كل حاجة، بس مش شرط إن هو يكون عايش معاك في نفس البيت. وده حاجة أنا مش ضدها، يعني مش ضد إن حد يكفل طفل أو إن هو يكون مسؤول عن كل حاجة عنّه، بحيث إن هو يبقى عنده حياة أفضل، إن هو يبقى قادر يخش مدرسة، إن هو يبقى قادر على كل حاجة، يعني كل حاجة في الحياة، ودي حاجة حلوة. لكن اللي أنا ضده إن الناس بتروح تتبنى طفل ويجيبوه، وطبعًا هنا في النرويج لمّا الناس بتتبنى طفل بيسألوا عن العيلة وبيسألوا على الناس وبيبقى في دراسات كتير جدًا، جدًا، هل العيلة دي صحية؟ هل الناس دول مدمنين الكحول أو مدمنين المخدرات أو يعني بيبقى في research كتير جدًا، 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 يعني في حاجات كتير جدًا بيعملوها بحيث إن هم يكونوا متأكدين 100% إن الطفل ده هييجي في عيلة صحية. بس اللي هم مش متأكدين منّه إن المرض النفسي صعب تشخيصه، يعني صعب تشخيصه، ممكن يكون في إنسان باين إن هو من برّه سليم مليون في المِيّة، ومن جوّه كل حاجة بايظة، فكل حاجة تطلع على الطفل ده. أنا اللي خلّاني إن أنا أطلع أتكلّم النهارده عن الموضوع ده، أنا بقى لي فترة بافكّر في الموضوع ده كتير جدًا، إن أنا أعمل عليه فيديو، علشان أنا باشوف نماذج هنا كتير جدًا آمم مش عايشين أحسن حاجة. ممكن لمّا تيجي عند الفلوس وعن إن هُم بيخشوا مدارس نضيفة وعن إن هُم قاعدين في بلد نضيفة وفي بلد حلوة أوكي، عندهم كل حاجة أوكي، بس مش هو ده اللي الطفل بيبقى محتاجه. طبعًا أنتم عارفين إن أنا في فيديوهات كتير عملتها عن الأطفال، وده موضوع حساس بالنسبة لي وموضوع مهم. علشان كده اخترت إن أنا أتكلّم فيه النهارده، علشان زي ما قُلت لكم إن أنا باشوف نماذج كتير أوي، أوي هنا، من ساعة أمّا جيت النرويج، في خلال ال17 سَنة اللي أنا عِشتهم هنا، باشوف نماذج كتير جدًا، 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 والناس اللي بيبقوا عندهم أطفال متبنيينهم، يعني الأطفال دول بيبقوا عايشين في عيلة وهُم مش ولادهم الحقيقيين، بيبقى عندهم مشاكل كتيرة جدًا، أكتر كمان من المشاكل لمّا بتكون أنت عندك childhood trauma يعني لمّا بتكون طالع مع أهلك كُلّنا عندنا نفس المشكلة، كل واحد عنده مشكلة معيّنة عاشها لمّا كان طفل، بس كُلّنا عندنا مشاكل مختلفة، بس كُلّنا عندنا مشاكل. يعني ده حقيقة ما ينفعش إن إحنا نجمّلها أو نغطّيها، دي حقيقة، واقع. بس بقى اللي هم بيبقوا متبنيين أو لمّا بيكون حد متبنيهم وعايشين في البيت ده، بيبقى اللي عندهم أسوأ كمان من اللي عندنا، لإن هم بيشوفوا حاجات كتير جدًا،
وبالذات في النرويج. طبعًا في النرويج في عنصرية كتير جدًا، وزي ما أنا قُلت في فيديوهاتي قبل كده، في كل بلد فيها عنصرية. بس طبعًا لو أنت عنصري واتبنّيت حد مش من دينك ولا من لونك ولا من بلدك، الموضوع بيبقى أسوأ. والعنصرية ما لهاش تشخيص، للأسف ما لهاش تشخيص. يعني ما ينفعش إن أنت تشخّص واحد وتقول ده عنده مرض إن هو عنصري، لإن العنصرية مش مرض يتشخّص، أوكي؟ بالنسبة لي أنا مرض، دي ناس مريضة، ناس يعني أنا باشوفهم مريضة، بس بالنسبة للدكتور لمّا تروح له ما ينفعش يشخّصك إنك إنسان مريض عندك عنصرية أو إنسان عنصري، أوكي؟ فدي حاجات ما بتظهرش على الورق، وما بتظهرش لمّا بييجي الحكومة تعمل الresearch بتاعها عشان يعرفوا إن العيلة دي صحية والّا لأ، فالطفل ده بيطلع عنده مشاكل كتيرة جدًا. بس أنا هاقول لكم السبب اللي خلّاني إن أنا قررت فعلًا إن أنا أطلع بالفيديو ده النهارده، إن أنا عندي واحدة زميلتي في الشغل، أنا باحبها بصراحة، يعني هي إنسانة كويسة، ولمّا يعني لمّا بيكون عندي في الشغل، يعني الشغل ده بيبقى مش باشتغل فيه كتير، فلمّا بيبقى عندي مثلًا shift هناك في الشغل أو حاجة، فبابقى مبسوطة إن هي موجودة في الشغل، لإن إحنا بنقعد نتكلم. حكِت لي قصة وجعت قلبي بصراحة. القصة دي كانت إن هي كانت في حفلة لبنت عندها 15 سَنة، 15 سَنة، والبنت دي هي متبنية، يعني حد متبنيها هنا في النرويج. والبنت دي من بلد هي يعني اللون بتاعهم غامق شوية، والعيلة اللي متبنياها عيلة نرويجية، وعندهم أطفال، يعني عندهم أطفال نرويجيين، يعني ليها أخوات، بس طبعًا مش أخواتها شققاء، لإن هي يعني هي متبنيينها يعني. فالموضوع إن هُم كل واحد أو الأطفال هنا لمّا بيوصلوا 15 سَنة بيعملوا لهم حفلة ومش عارفة إيه فهي عملوا لها الحفلة دي، وإخواتها جُم الحفلة، وباباها جه الحفلة اللي هو متبنيها، وفي الحفلة إخواتها قالوا الspeech بتاعهم، يعني إن هي قوية وإن هي مرّت بعنصرية كتير، يعني شافت عنصرية كتير أوي، أوي هنا ومش عارفة إيه، وشكروها إن هي قوية ومكمّلة. طفلة عندها 15 سَنة، واللي عاملين لها الspeech ده أطفال عندهم 8 سنين أو 9 سنين. تخيّل، تخيّل بقى، القصة إن البنت دي أهلها اللي اتبنّوها هنا من النرويج، بعد ما اتبنّوها، الكلام ده على فكرة من زمان، وبعد ما وصلت 5 سنين، الست اللي هي اتبنّتها مع جوزها، يعني كانت واحدة ست وجوزها، ولمّا جات البنت دي ووصلت عندهم وعاشت معاهم، وبقى عندها 5 سنين. الست حديد وبعيد إن هي مش عايزة البنت دي خلاص، مش قادرة تستحملها أكتر من كده، 5 سنين، بعد ما وصلت 5 سنين. طبعًا آآ لمّا تكون طفل عندك 5 سنين، طبعًا وأنت جاي هنا وأنت لسه baby، ما تعرفش أي حاجة خالص في الحياة غير إن دي مامتك وده باباك، يعني وأنت صغير ما تعرفش، أنت مش عارف، يعني حتى لو لونك مختلف عنهم، أنت بما إنك طفل عندك 5 سنين ما تعرفش، يعني مش قادر تحدد إيه اللي بيحصل حواليك. فلمّا يكون طفل عنده 5 سنين ويقابل إن مثلًا والدته تقول لأ أنا مش عايزاه، مش هاقدر أستحمله، وصممت إن هي مش هتقدر تستحمل الطفل ده أو الطفلة دي اللي هي البنت دي، ودوّروا لها على حد تاني يتبناها، تعيش عندهم ويتبنوها. بس طبعًا الأب كان رافض، اللي هو الأب المتبني، بس ما قدرش إن هو يعمل أي حاجة، كل اللي هو قدر يعمله إن هو يتنّيه يتواصل مع البنت دي، وإن هو باباها، والست دي منعت الاتصال معاها خالص، حتى الحفلة بتاعتها لمّا كانت عندها 15 سَنة وعاملين لها حفلة، ما جاتش الحفلة، وهي عايشة في بلد ومامتها اللي هي متبنياها وباباها اللي متبنيها عايشين في بلد تانية. فلمّا بتروح عشان تشوف باباها، لإن هي ما تعرفش غيره، يعني هي متبنيينها فما تعرفش غيره، ما تعرفش أي حد غيرهم. فلمّا بتروح تشوف باباها، إخواتها بييجوا يشوفوها، طبعًا هُم مش شققاء زي ما أنا حكيت لكم في أول الفيديو،
بس اخواتها بييجوا يشوفوها لأن هُم لسه صغيرين، فأنتم عارفين إن الناس كلّها بتتولد أو الأطفال كلّهم مش بيتولدوا عنصريين، العنصرية دي بتيجي من خلال التربية، ومن خلال الenvironment اللي أنت عايش فيه، ومن خلال أهلك عاملين إزاي، وأنت اتربيت مع أنهي شخصية، فبييجوا يشوفوها بس بيشوفوها برّه، علشان البنت دي ممنوعة إن هي تروح البيت عندهم، علشان الست دي مش عايزة تشوفها تاني خالص، اللي عاشت معاها 5 سنين وراحت وعملت الأوراق ودفعت فلوس، هنا على فكرة التبني هنا بيكلّف كتير جدًا، يعني هنا عشان تتبنى طفل بيكلّفك مبلغ وقدره، كل ده علشان هي مش قادرة تشوفها. وطبعًا علشان هي عنصرية، لإن زي ما أنا قُلت لكم إن هنا في ناس عنصريين كتير للأسف الشديد، لإن ما فيش حد بيختار لونه، ما بيختارش هو اتولد فين، وما بيختارش هو اتخلق فين، أو ما بيختارش أهله، الحاجة الوحيدة اللي ممكن تختارها في حياتك إن أنت تختار صحابك وشغلك، بس أهلك ما بتختارهمش، أخواتك ما بتختارهمش، البلد اللي هتموت فيها ما بتختارهاش، البلد اللي هتتولد فيها ما بتختارهاش، للأسف. كان المفروض يكون عندنا اختيارات، بس إحنا ما عندناش. فتخيّل القصة دي أثّرت فيّا أوي، أوي، لإن أنا فكّرت في الموضوع قُلت لمّا تكون طفلة عندها 5 سنين وعاشت كل المأساة دي، دي مأساة، يعني مأساة بمعنى الكلمة، ما فيهاش نوع من الإنسانية ولا ذرّة من الإنسانية، فدي لمّا تكبر هيكون عندها إيه؟ تخيّل أنا وأنت وغيرنا اللي هم الطبيعيين اللي طالعين مع أهاليهم وبلدهم عندهم مشاكل already، أمّال بقى الطفلة دي هتطلع عندها إيه بجد. طبعًا دي كانت القصة بتاعتي النهارده وقُلتها لكم عشان تعرفوا أنا ليه ضد التبني، بس مش بس عشان القصة دي، علشان حاجات كتيرة أنا شُفتها هنا، بس طبعًا مش هاقدر أحكي كل حاجة عشان كده هاطوّل عليكم أوي، بس ممكن أحكي لكم القصة بعد كده في فيديو تاني، عشان تعرفوا اللي بيحصل. وربنا يكفينا الشر، لإن ده أنا باعتبره شر بصراحة، وأتمنى في يوم من الأيام إن هُم يوقّفوا قانون التبني، يعني يكون ممنوع. أول حاجة ربنا ما أرادش إن أنا يكون عندي طفل، ده إرادة ربنا. ليه أنا أتدخّل في إرادة ربنا وأقول لأ، أنا لازم بقى أجيب طفل، يعني ربنا ما ادّانيش طفل بالطبيعي أو بالحياة الطبيعية أو في الحاجة الطبيعية في الحياة، فأنا بقى هاجيب طفل أتبناه وأطلّع عينه واخلّيه يشوف أيام سودا، لإن مهما تقولوا لي ومهما ييجي تعليقات إن في ناس بتدّي للطفل ده اللي هو محتاجه أو الحُب اللي هو محتاجه زي ابنها أو زي بنتها، مستحيل، مستحيل، مستحيل تكون جايب طفل من على قلبك وتدّي له نفس اللي أنت هتدّيه لطفل ما تعرفوش ولا شِلته ولا أي حاجة خالص، حتى لو الطفل ده متربّي عندك، صدّقوني، دي فعلًا حقيقة. وده كان الفيديو بتاعي النهارده وطوّلت عليكم، واستنوني في فيديو جديد من النرويج إلى مصر.